الفيلم بيبدأ في بيت وبنت اسمها هولي مع عيلتها اللي كانوا بيتعاشوا سوا، وبيبان إن عيلتهم كلها بيتجاهلوها ومحدش بيديها من الأكل اللي على الترابيزة. وبنعرف إن هولي كانت متعلقة جدا بوالدتها لأنها هي اللي كانت بتساعدها وبتشجعها في كل حاجة. وفي يوم والدتها بتتعب جدا وهولي بتكون موجودة دايما معاها وبتحاول تساعدها علشان تتغلب على المرض، لكن للأسف بعد فترة والدتها بتموت وبتحزن هولي جدا وبتحس إن هي بقت لوحدها. وفي يوم وهم قاعدين على العشاء والدهم بيسأل عن يومهم في المدرسة أخباره إيه، وبيتجاهل هولي ومش بيسألها عن أي حاجة وكأنها مش موجودة. واخواتها بيمسحوا اسمها من على الأوضة بتاعتها، حتى في المدرسة مش بتلاقي اهتمام. وفي يوم الأب بيتصور مع أولاده بمناسبة السنة الجديدة، وبتحصل حاجة غريبة جدا لما هولي مش بتلاقي نفسها في الصورة بالرغم من إنها اتصورت معاهم. ولما بتسألهم ازاي ده حصل وفي ايه محدش بيجاوب عليها. ولما بتروح هولي عشان تدخل أوضتها بتلاقيها اتحولت لمخزن، وبتزعل جدا لأن الكل بيتجاهلها ومش بيحبها، لحد ما بتفهم إن ده مش تجاهل، هي بس مختفية. وبيعدي الزمن وبتكبر هولي وبتعتمد على نفسها، وعرفت تتأقلم مع الوضع إنها مختفية وبتعيش في شقة لوحدها، وبتطلب من على النت كل اللي هي عايزاه. ولما الطلبات بتوصلها بتحاسبهم من تحت الباب، مش بتفتح لأي حد. وبنعرف إن هولي شغالة مصورة وبتستغل إنها مختفية ومحدش بيعرف يشوفها علشان تصور المشاهير بالليل في الملاهي الليلية. وبعد ما بتصورهم بتبيع الصور للصحافة وبتتواصل معاهم عن طريق الرسايل لأن محدش يعرف يشوفها ولا يسمعها. وبتستمتع هولي جدا بالشغلانة بتاعتها لأنها بتقدر تروح أي مكان من غير ما حد يشوفها. وفي يوم بتروح ورا واحد من المشاهير وبتدخل وراه الملهى الليلي، وبتحصل حاجة غريبة جدا لما بيشوفها الحارس بتاع الأمن الملهى الليلي، والحارس بيمسكها وبيقولها التصوير ممنوع. وهولي بتكون مصدومة لأن دي أول مرة حد يشوفها، والحارس بيطردها وبيحذرها تيجي الملهى الليلي تاني. ولما بيدخل وبيطلع حارس تاني بتحاول هولي انها تتكلم معاه، تسأله هو شايفها ولا لا، لكنه مش بيرد عليها لانه مش بيكون شايفها اصلا. بتروح تاني يوم هولي علشان تزور والدتها في قبرها، وبتحكي لها على الحارس اللي شافها وكلمها في الملهى الليلي. وبالليل بتعرف ان الحارس الشخص ده اسمه شين، وبنعرف انه مقاتل فنون قتالية محترف وكان مرتبط بممثلة مشهورة اسمها جوليانا، لحد ما اتسربت صور لشين وهو بيخون حبيبته مع واحدة تانية. واللي نشر الصور دي هي هولي، وبنعرف ان هي اللي صورته كانت السبب في فضيحته، وكانت السبب كمان في ان حياته كلها اتدمرت وحبيبته سابته وبقى شغال حارس امن. فبتقرر هولي انها تروح لشين علشان تعترف له وتعتذر له. واول ما بيعرف ان هي كانت السبب في دمار حياته بيبان عليه انه زعلان جدا ومتضايق. بتقول له هولي انها تقدر تساعده يرجع حياته القديمة ويستعيد وظيفته ويرجع مشهور تاني، وبتوعده انها تقف جنبه في اي حاجة هو عايزها. وبتقوله على سرها، بتقوله ان هو الوحيد اللي يقدر يشوفها، لكنه مش بيصدق. ولما بيروح علشان يقابل المدير بتاعه علشان ياخد منه مرتب بتروح وراه هولي، فبيوافق شين على عرض هولي، بيوافق ان هي تساعده. وبعدها شين بيعزم هولي على مباريات القتالية بتاعته، فبتروح علشان تتفرج. فبتعرف ان شين مقاتل قوي جدا وبيكسب بكل سهولة، فبتفكر ان شين لازم يقابل ناس اقوى علشان يتشهر ويرجع للشهرة الكبيرة بتاعته. فبتوعده ان هي هتلاقي حل وهتخليه يقابل ناس اقوى ومشهورين. وبعد ما بتروح هولي بتعمل بحث عن اشهر المقاتلين، وبتقدر توصل لعنوان مقاتل مشهور واسمه سواريز. وبتروح فعلا لبيت سواريز وبتصوره وهو بياخد منشطات. بعدها بتبعته الصورة على التليفون علشان تبتزه، وبتتفق معاه يعمل معاه صفقة مقابل انها ما تفضحوش. فبيضطر سواريز انه يوافق. وتاني يوم بيجي اتصال لشين من المدير بتاعه وبيقوله ان سواريز وافق يقابله في القتال بعد تقريبا شهر من دلوقتي. وشين بيفرح جدا وبيشكر هولي على اللي عملته عشانه، وبيبدأ شين يتدرب علشان القتال بكل قوة علشان يقدر يكسب، لأن مستقبله وعودته للنجومية هتكون متوقفة على الماتش ده. وكل الأخبار بتتكلم عن الماتش وعن عودة شين، والكل بيكون متوقع إن سواريز هو اللي هيكسب لأن شين بقاله مدة بعيد عن البطولات. وبتوعده هولي إنها ترجعه مشهور تاني، وبيطلب منها شين إنها تحضر المباراة، لكن هولي بترفض وبتقرر إنها تتفرج عليها في التلفزيون. والكل بيتفاجئ لما شين بيكسب وسواريز بيستسلم عكس ما كانت الناس كلها متوقعة. وبعد المباراة بيرجع شين لبيته مع هولي وبيطلعوا على السطح وبياكل ايس كريم، وبيقولها ان هو متعود ياكل ايس كريم بعد كل ماتش. وبيشكر شين هولي لانها ساعدته. ولما بتقرب منه هولي بنلاحظ ان في مصور وراهم بيصورهم، ولما بيحاول شين يلحقه الصحفي بيهرب منه. فبتطمنه هولي وبتقوله ان هي عمرها ما هتظهر في الصورة. وتاني يوم بتشوف هولي مقال عن شين، ولما بتبص في الصحيفة بتلاقي نفسها ظاهرة في الصورة على شكل الظل، وبتكون فرحانة جدا.
وتاني قتال لشين بيكون مع مقاتل قوي جدا واسمه تومي، وبنعرف ان هو مخسرش ولا ماتش قبل كده. ويوم المؤتمر الصحفي بيقول شين للجمهور انه هيقدر يهزم تومي هزيمة ساحقة. فبيسألوا الصحفي مين صاحبة الظل اللي كانت معاك في الصورة، لكن شين بيتجاهل السؤال. بعد المؤتمر بتستغل هولي اختفائها وبتبعت لتومي صورة مع حبيبته اللي عندها 15 سنة، ودي طبعا تحت السن القانوني، وبتبعت له إثبات على صحة كلامها. فبيخاف تومي جدا وبيقرر إن هو يقبل العرض بتاع هولي، والاتفاق بينهم إن شين هو اللي يكسب المباراة مقابل انها ما تفضحوش. ومع الوقت شين بيرجع مشهور اكتر من الاول، وهولي بعدها بتحاول تسوق سمعة جاكسون المقاتل اللي هيقابله شين الماتش الجاي، لانها ما قدرتش تلاقي اي حاجة تبتزه بيها لانه ما بيعملش اي حاجة مخالفة وكمان منضبط جدا. وبتقرر تروح لشين علشان يساعدها في اي معلومات عن جاكسون. فلما بتروح له بتلاقي شين مع صديقته القديمة جوليانا، وبتعرف ان هما رجعوا لبعض تاني. فبتتضايق هولي جدا وبتمشي وتسيبه. ولما بيروح شين وراها علشان يتكلم معاها فبتتعصب هولي جدا وبتقوله ان هي عملت كل الحاجات دي عشانه. فبيتضايق شين جدا لما بيعرف اللي عملته وانه بيكسب بالابتزاز مش بقوته، وبيقول لها ان ده تصرف غير شريف وضد مبدأ اللعبة، وانه كان لازم يكسب بقدراته مش عن طريق الغش. فبيقول لها انه مش محتاجة اي مساعدة منها تاني. وبعدها بترجع هولي علشان تعيش تاني لوحدها بعد ما شين سابها، وبترجع شغلها القديم وبتصور المشاهير في الملاهي الليلية علشان تبيعها للصحف. وبعد كام يوم بيروح لها شين البيت وبيقول لها ان صورها ما كانتش سبب في فشله في الماضي، لان ثقته الزايدة وطريقة حياته الغلط هي اللي دمرت مستقبله. وبيرفض يتعامل بالغش معاها تاني وبيمشي. فبتتضايق هولي جدا لانها رجعت لوحدها تاني، تبكي وبتكسر كل حاجة قدامها. وفي يوم لما بتبص هولي على نفسها في المراية بتلاقي نفسها مختفية ومش شايفة نفسها لأول مرة. ولما بتروح عشان تتكلم مع شين كمان مش بيشوفها، فبتفقد الأمل في إن خلاص شين هيشوفها وبترجع تعيش لوحدها تاني. وبتقرر تروح لمدينة تانية، لكن قبل ما تسافر بتقرر إن هي تزور عيلتها. فبتروح لأختها بتلاقيها اتجوزت، وبتروح لأخوها بتساعده إن هو يقرب من البنت اللي بيحبها. ولما بتروح تشوف والدها بتلاقيه راجل طيب على عكس ما كانت متصوراه. تعرف انه لسه بيزور قبر والدتها اللي ماتت. وبتفهم هولي اخيرا ان هي كانت بتصرفاتها ما كانتش بتحاول تخلي الناس تحبها. ولما بيروح شين علشان يقابل جاكسون في القتال، جاكسون بيكون قوي جدا واقوى من شين بكتير، وبيضرب شين بكل قوة وشين ما بيكونش عارف يعمل معاه اي حاجة. ولما بتعرف هولي اللي بيحصل لشين بتقلق عليه جدا وبتقرر تروح له مكان المباراة. ولما بتشوفه وهو بيتضرب بتكون زعلانة عليه جدا. فبتقرر هولي ان تروح لشين الحلبة وتستغل ان محدش شايفها. فجأة شين بيبصلها وبيكون شايفها، وكمان كل الناس بيكونوا شايفينها. ولما بتخرج هولي علشان يكملوا القتال بيخسر شين المباراة. بعدها بيطلع من الحلبة بيروح لهولي ويحضنها وبيتصالحوا. وبعد كذا يوم بتروح هولي علشان تزور والدها، والمفاجأة ان والدها بيشوفها لأول مرة من سنين وبتحضنه وبيكونوا فرحانين جدا. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتعليق حلو. نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.